كنت فاكرها تعويض ربنا ليا، أخلصت في كل مشاعري ليها، لكن للأسف قابلت الإحسان بالإساءة، دمرت حياتي وقعدت سنين أدعي عليها بسبب اللي عملته فيا، لحد ما عرفت السبب اللي ما خطرش على بالي. أنا سحر، عندي 48 سنة، ليا 4 أخوات بنات، بس أنا حاليا عايشة لوحدي كأني ماليش حد في الدنيا. من 25 سنة وأنا في بداية شبابي اتجوزت، كان قريب أمي من بعيد وما كناش نعرف بعض، هو كان أكبر مني ب5 سنين. حبينا بعض لما اتقابلنا في مناسبة عائلية، وكعادة قصص الحب السريعة، نظرة فابتسامة فموعد في بيتنا وطلبني من أهلي. اتخطبنا سنة، كان كمل فيها تجهيز الشقة وأنا بابا كمل جهازي واتجوزنا. عشنا مع بعض أحلى أيام، كان شخص ممتاز في كل حاجة، زوج مثالي من كل الجوانب، أسعد أيام عمري قضيتها معاه. بعد 6 شهور بدأوا أهلنا يسألوا عن الخلفة، وكتر السؤال ودخل القلق في قلبي، فقلت إني لازم أروح أكشف وأطمن. رحت أنا وهو وماما عشان نكشف، والدكتورة طلبت إشاعات وتحاليل، ولما عملتها ورجعنا نشوف إيه الأخبار، سمعت أكتر جملة ممكن تذبح أي ست. سمعت الدكتورة بتقول: للأسف فرصتك في الخلفة معدومة، مش هتقدري تخلفي خالص. سألنا طيب ليه؟ ومفيش علاج، عمليات أو أي طريقة؟ والإجابة هي ما بتتغيرش. خرجت من عندها في حالة نفسية سيئة أنا وأمي، لكن جوزي قال: ما يهمكيش، هنروح لدكتور و2 و3، يمكن هي دكتورة مش شاطرة. وفعلا رحنا لأكتر من دكتور كبير، والكلام كله كان واحد: مش هخلف أبدا. عشت مكتئبة، وجوزي كان بيحاول يساعدني أخرج من حالة الحزن والاكتئاب، وعلشان إحساسه واهتمامه بدأت أساعد نفسي أن أتقبل الابتلاء برضا، يمكن ربنا يعوضنا خير. وبدأنا نرجع لحياتنا، ولكن ما كانتش طبيعته معايا زي الأول. عرفت فيما بعد إن أهله كانوا بيضغطوا عليه إنه يطلقني أو يتجوز عليا عشان يخلف، وهو كان رافض وما كانش بيبين ليا كلامهم، بس واضح إن الزن على الودان أمر من السحر. ولقيته بدأ يتكلم عن حنينه للأطفال، لحد ما في يوم بعد 2 جواز قالها لي صريحة: أنا بحبك قوي، وفي نفس الوقت نفسي في أطفال، مش قادر أقاوم إحساسي واشتياق الطفل. ما لقيتش كلام أقوله، بس حاولت ألاقي حل وسط، واقترحت عليه نكفل طفل أو طفلة. اتفاجئت إنه رفض، ولقيته بيقول لي: وليه أجيب طفل معرفش أصله من فصله، وأنا ممكن أخلف ويبقى ابننا فعلا. وعشنا شهور طويلة وهو بيحاول يقنعني إنه يتجوز، وأنا بحاول أتقبل جوازه مش قادرة، لحد ما كان لازم أخد القرار، وقررت أطلب الطلاق وأبعد وأسيبه لاختياره. ورجعت بيت أهلي، كان كل إخواتي اتجوزوا وأنا قعدت مع أمي وأبويا. كنت بشوف نظرات الحسرة والحزن عليا في عيونهم، بس ما كانش عندي أي حاجة أقولها أو أعملها، كنت بدعي ربنا بس إنه يرضيني. لحد ما في يوم جت واحدة جارتنا تزورنا ومعاها طفلة في حدود 12 سنة. البنت كانت أمورة بس شكلها متبهدل جدا، وأنا عارفة إن جارتنا دي أولادها كبار، فسألتها وقلت لها: مين دي؟ قالت: دي بنت صاحب جوزي، أمها ماتت من 2 شهر وأبوها ضايق بيها لأن ملهاش أهل وأهله هو كل واحد في حاله، محدش مهتم بيها، فبيضطر يسيبها في البيت دايما لوحدها، والبنت بتخاف وبيرجع يلاقيها ميتة من العياط. فلما جوزي حكالي قلت له يجيبها تقعد معايا لحد ما باباها يخلص شغل. سألت البنت عن اسمها، ردت بصوت بيرتعش وقالت لي: اسمي ريم. ريم. قلت لها: تعالي يا ريم اسرح لك شعرك. أخدت البنت معايا أوضتي، سرحت لها شعرها اللي كان واضح إنه مهمل من فترة، وكوت لها فستانها اللي كانت لابساه مبهدل، وقلت لها: لو جيتي لطنط تاني ابقي تعالي اقعدي معايا شوية. ريم قبل ما تمشي مع جارتي حضنتني وهي ماشية، حسيت إن قلبي اتعلق بيها وهي بتحضني. وبعد ما مشوا لقيت أمي بتقولي: على فكرة الزيارة دي علشانك. سألتها أفهم منها ليه، فاجئتني باللي ما كنتش أتوقعه لما قالت لي: نادية جارتنا قالت لي إن أبو البنت بيدور على عروسة ومش عارف يدور أصلا، فهي قالت لي أسألك لو توافقي على أرمل ومع بنت.
فسألت ماما، قلت لها يا ماما أنا شايلة موضوع الجواز من تفكيري، مش عايزة أتجوز وأتوجع تاني. أمي قالت لي بس ده عارف ظروفك ومش عايز أطفال، هو عنده بنت عايز زوجة ليه وأم ليها، فلو موافقة على المبدأ تتقابلوا وبعدين تقرري. وافقت على المبدأ وقابلت طارق، والحقيقة إني وافقت قبله وكنت هوافق على أي حاجة بسبب تعلقي بيها. اتقابلنا، كان شخص ما عنديش عليه أي تحفظات، ذوق طيب، عايز يعمل لي أي حاجة اطلبها في حدود إمكانياته. ولما جيت أسأله عن أم ريم قال لي بحسم معلش مش عايز نتكلم على أي حاجة تخصها معايا أو مع ريم، احنا محتاجين ننسى ونكمل حياتنا، مش عايزين نفضل في الحزن كتير. احترمت كلامه وما اتكلمتش في أي حاجة تخص مراته، وبدأنا نجهز للجواز. كانت الشقة موجودة وحاجتي وحاجته، فما كانش فيه أي داعي للتأخير، واتجوزنا. من أول ما وافقت على الجواز وأنا وريم قربنا من بعض جدا، وخلال أول سنة جواز ريم اتغيرت. البنت اللي كانت ساكتة طول الوقت وخايفة ومرتبكة بدأت تبقى بنت مقبلة على الحياة وبتتكلم وبتضحك. مش هنكر إني كنت مهتمية بريم أكتر من باباها، أنا حسيت إنها عوض ربنا ليا، وهي كمان محتاجة وجودي زي ما أنا محتاجاها. علاقتنا كانت رائعة زي أم وبنتها. وبدأت أنتبه على تصرفات غريبة من طارق، تصرفات تحسها أي زوجة، بره أغلب الوقت ومحدش يقدر يمسك تليفونه، سرحان وهو موجود في البيت. ولما ركزت أكتر خفت أدور وراه أكتشف اللي أنا خايفة منه، بس فضولي وغيرتي كزوجة كانوا أقوى مني. وفي يوم وهو في الحمام بعد الشغل مسكت تليفونه أدور فيه، ريم دخلت عليا. لما شفتها شاورت لها إنها ما تعملش صوت، لقيتها اتغيرت وقالت لي بتعملي إيه؟ سيبي تليفون بابا لحسن أقوله إنك فتشتي فيه. رد فعلها كان غريب، بس خفت من صوتها طارق يسمع وسبت التليفون. من بعدها بدأت أحس إن ريم متغيرة معايا، بتتعمد قدام باباها تبين إن أنا مش مهتمة بيها، بتقول قدام باباها إن أختي لما زارتني اديتها حاجات من البيت، بتقول إني ساعات بنزل وبتأخر بره وهو مش موجود، وكل ده ما بيحصلش. ولما بيكونوا اخواتي عندي بتحكي قدامهم إن طارق بيضربني وبيشتمني بأهلي، وده كذب ما بيحصلش. بتحرجني في الكلام قدامهم على أي حاجة، وحاجات من دي كتير. ما بقتش متقبلة مني كلمة ولا حتى بتقعد معايا. مارست عليا ضغط عصبي مش عارفة ازاي، وقدرت تخليني أطلب الطلاق وأصمم عليه. واتطلقت من طارق. رجعت البيت أهلي واتقطع عني أخبار طارق وريم، بس كنت دايما أسأل نفسي ليه؟ أنا عملت إيه عشان تعمل معايا كده؟ سنين طويلة عدت وأنا قفلت باب الجواز نهائي. أهلي ماتوا وأنا عشت لوحدي. إخواتي وولادهم ساعات بيزوروني وساعات أكتر بيتشغلوا في حياتهم. ورغم السنين لسه بسأل نفسي ليه؟ وأنا غلطت في إيه عشان ريم اللي حبيتها واعتبرتها بنتي وعوض ربنا ليا تعمل فيا كل ده؟ وفي يوم وأنا قاعدة في البيت بالليل الباب خبط، ما كنتش مستنية حد. قمت أشوف مين. فتحت الباب لقيت شابة حامل واقفة قدامي، وأول ما شافتني حضنتني وهي بتعيط وبتقولي ازيك يا ماما. استغربت، لقيتها بتكمل وبتقولي نسيتيني؟ أنا ريم، وحشتيني قوي قوي يا ماما. استغربت إنها جاتلي بعد السنين دي كلها. دخلت البيت اللي دخلته زمان، دخلت كأنها ما غابتش سنين. بقت واقفة مش عارفة أطردها ولا أقعد معاها. سألتها وأنا واقفة مكاني ماما انت راجعة بعد السنين وبعد اللي عملتيه فيا وتقوليلي وحشتيني يا ماما؟ عايزة ايه يا ريم؟ قامت واخدت ايدي وراسي تبوسهم، ولقيتها بتقولي انا عارفة انك اكيد كرهتيني، بس والله اللي عملته ده من حب ليكي، وما كنتش اقدر اتكلم وقتها، كنت خايفة عليكي. ما فهمتش حاجة من كلامها وقلت لها انا مش فاهمة اي حاجة، انا نفسي افهم ليه تقابلي كل حب ليكي بالجحود ده انا اعتبرتك بنتي، وانتي كنت بتتهميني بحاجات ما حصلتش لحد ما خربتي بيتي. بصيت ليها واللي ببطنها وقلت لها اتجوزتي يا ريم، وهو ربنا كرمك وهتبقي
يا ترى جاية تستسمحيني عشان خايفة يتردلك اللي عملتيه وحسيتي دلوقتي بوجع خراب البيوت؟ عيطت ريم وهي بتحكي وقالت: والله ما حبيت حد بعد أمي غيرك، واللي عملته ده عشانك. أنا هحكي لك كل حاجة دلوقتي، بس أقدر أتكلم وأقول السر اللي استخبى سنين. بعد ما اتطلقته كان كل ما بابا يتقدم لواحدة أعمل نفس الحاجات اللي تخليهم ما يتجوزوش، وفعلا بابا ما اتجوزش بعدك. عشت أنا وهو بس. أنا كنت بحبه وبخاف منه، معرفش إزاي. كنت على طول على بالي وكان نفسي تبقي معايا وأنا بتجوز، بس كنت خايفة عليكي. إنما دلوقتي بعد موت بابا كان لازم أرجع وأقولك كل حاجة عشان تسامحيني وتعرفي إن كان غصب عني. زمان وأنا صغيرة كان بابا وماما بيتخانقوا كتير قوي، كنت متعودة على كده. وفي يوم صحيت من النوم بالليل على خناقتهم. تقريبا الخناقة كانت بسبب إنه بيكلم ستات، مش فاكرة التفاصيل قوي، بس فاكرة إن الخناقة زادت وماما كانت بتهدده إنها تقول لحد ومسكت تليفونها. بابا حاول ياخده منها، بيشدوه من بعض وكان ظهرها للشباك. زقها ووقعت في لحظة. بابا شاف إني شفته، قال لي إن لو قلت لحد هيتحبس وأنا مش هيبقى ليا حد خالص وهترمي في الشارع. خفت وسكت. بابا نزل والجيران اتلموا وقال إنها وقعت غالبا وفقدت توازنها ومحدش شهد بحاجة، وعشان كده بابا ما كانش بيحب حد يجيب سيرة ماما الله يرحمها. أنا كان عندي رعب إنه يحصل لك نفس اللي حصل لها، وأول ما بدأت الخلافات بينكم قلت الأفضل إنك تبعدي عن بابا خالص. ولما بابا مات جيتلك وبحكيلك عشان تسامحيني وتقبلي نرجع مع بعض زي زمان. أنا بجد ماليش حد خالص. صوتها ونظراتها وعياطها كانوا صادقين. ما قدرتش غير إن أحضنها وأقول لها إني مسامحاها. يمكن ما تكونش اتصرفت صح، بس هي كانت طفلة وما كانش عندها الوعي إنها تتصرف صح. التسامح ووجود ريم في حياتي خلى ليهم معنى. ريم عرفتني على جوزها وأهله وبقيت معاها لحد ما قامت بالسلامة، ووجودنا مع بعض عوض كل السنين اللي فاتت، وبقيت فجأة أم وجدة بعد ما فهمت حكمة ربنا في وحدتي طول السنين اللي فاتت.